عاملين ايه النهارده؟ انا معاكم في فيديو جديد. هعمل معاكم فطاير البصل. بنعجنها الفطاير ديت بميه البصل والبيض والزبادي والدقيق اهوت، وحطيته في الكبه. دلوقتي هبدا بقى افرمه ناعم قوي. ان البصل يبقى ناعم، عايزه تعمليه في الشفشه الخلاط، ممكن تعمليه بهاند بلندر. ممكن معايا دلوقتي 3 بيضات هبدا اضيفهم هنا. انا ضفت الزبادي وضفت البيض، وهبدا برضو اضربه تاني بالشكل ده. حطيتها بقى في شفشق الخلاط عشان انا عايزه البصل ده يبقى زي العصير معايا، فهحطه بقى كده وهضربه تاني في الشفشق الخلاط عشان ينعم. البصل بقى ناعم معايا كده بالشكل ده، مبقاش فيه اي تكتلات من البصل. احطه هنا. انا حطيت 4 بصلات و3 بيضات وعلبه زبادي. وهضيف هنا ده كيلو دقيق كامل. هبدا اضيف بقى انا نخلت الدقيق ده، لازم الدقيق يبقى منخول كده بالشكل ده. وهبدا اضيف هنا كده، هضيف شويه شويه منه كده لحد ما العجينه تتماسك معايا وتبقى سهله في العجن. ممكن اخد الكيلو كله او ممكن يبقى اقل من الكيلو حسب ما تبقى العجينه معايا. كيس بيكنج باودر هضيفه كله برضو. البيكنج باودر هيديني عجينه هشه. هبدا كل شويه ازود دقيق لحد ما العجينه تتماسك معايا. بس هي لمتها اهي، بس اهم حاجه ما تخليهاش ناشفه، تخليها طريه معاكي عشان تعرفي تشكليها كويس. انا هضيف لها شويه زيت كده وهغطيها شويه ترتاح. جبت طاسه وحطيت فيها زيت وحطيت فيها بصلتين وشوحتهم بالشكل دوت. وهبدا اضيف عليها بقى قطع الفراخ اللي انا مقطعاها وغسلاها الاول. بتجيبي الفراخ ديت بتقطعيها قطع صغيره وبعدين بتغسليها وبعدين بتنقعيها في ميه وخل وملح عشان تتعفن، وبعد كده بتصفيها. وبعدين بقى بنبدا نعملها كده، هنعملها شاورما او حشوه للفطاير. لها توابل ملح فلفل ثوم بودره كاري عليها كده. نقلبها فيها. خلاص الفراخ اتشوحت هي معايا بالشكل ده، وانا هضيف لها كوبايه ميه صغيره عشان تكمل سواها، واظبط الملح بتاعها. انا بلفها كده، ده هحطها هنا كده الشابه كده شويه. هبدا اقسمها بقى مثلثات كده. هبدا اخد كل قطعه والفها كده بالشكل ده، واحطها هنا لحد برضو ما اخلص ما ترتاح شويه معايا. بنلف العجينه كده لجوه اهي بالشكل ده. الفطاير خلاص خلصتها هي، وهغطيها لحد ما ترتاح شويه. هنا اهي هبدا اشكلها دلوقتي. ولو لقيتيها بتلزق معاكي وانتي بتعمليها كده بتديها رشه دقيق وبنفردها، بس مش بنرققها قوي. هبدا احط لها الحشو بقى هنا كده. شويه من الجبنه، وانا قطعت شويه بقدونس اضيفهم عليها كده بالشكل ده. وهبدا اتنيها عليها كده، اقفلها. هبدا اقفل الحروف بتاعتها كده، اضغط عليها زوايد دي. والزوايد دي هنبدا بعد كده نجمعها ونشكلها. وانا سبتها لحد ما ارتاحت شويه، وهبدا دلوقتي احطها في الطاسه عشان اقليها. حطيت الطاسه وحطيت فيها زيت وسخنته، وهبدا احمر بقى الفطاير كده. هبدا اخد من الزيت كده دوت اهو، واحط عليها على وشها.
جبنة فيها وخضرة. الحشوة بتاعتها اهي مستوية من جوه كويس. بالهنا والشفا، واتمنى الوصفة دي تعجبكم، واتمنى انتوا تجربوها. ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة. بالهنا والشفا.